المنتخب الوطني المغربي في مواجهة صعبة ضد منتخب اسكتلندا في ثاني جولات مجموعة كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026. المنتخب المغربي فهو تعادل في المباراة الأولى مع المنتخب البرازيلي بنتيجة هدف مقابل هدف. في تلك المباراة قدم المنتخب الوطني المغربي أداء جيد وقدم مباراة جيدة خاصة في الجولة الأولى من المباراة، لكن خلال تلك المباراة واجه المنتخب المغربي مجموعة من المشاكل خاصة في الثلث الأخير من الملعب، حيث ضيع المنتخب المغربي مجموعة من المحاولات السانحة للتسجيل. بالإضافة أن المنتخب الوطني المغربي واجه مشكلة كبيرة في خط الدفاع، خاصة في طريقة الخروج بالكرة من طرف المدافع عيسى ديوب. أما فيما يتعلق بالمنتخب الاسكتلندي فهو فاز في المباراة الأولى ضد منتخب هايتي في مباراة قدم من خلالها رفاق سكوت ماكتوميناي مباراة جيدة وحققوا نتيجة الفوز في مباراة كانت في المتناول. خلال هذه المباراة ضد المنتخب المغربي غيبحث المنتخب الاسكتلندي على تحقيق النقاط الثلاث أو على الأقل تحقيق نقطة التعادل اللي غتقربه وغتمنحه بشكل كبير بطاقة التأهل بشكل رسمي للدور الثاني من بطولة كأس العالم. في حين المنتخب المغربي فهو غيبحث على نتيجة الفوز في مباراته ضد منتخب اسكتلندا، وذلك للوصول للنقطة الرابعة لضمان التأهل بشكل رسمي للدور الثاني من كأس العالم. أي نتيجة أخرى فممكن نقول أنها سلبية. إن حقق المنتخب المغربي التعادل فغتكون عنده نقطتين ومن الضروري يبحث على نتيجة الفوز في المباراة الأخيرة، وإن هزم من المنتخب الاسكتلندي نفس السيناريو. البحث عن نتيجة الفوز في المباراة الثالثة غيكون ضروري، وذلك لضمان التأهل إلى الدور الثاني. وبالتالي المنتخب المغربي خلال المباراة ضد المنتخب الاسكتلندي غيبحث وغيواجه مدرسة نقدروا نقولوا أنه واجهة وديا، خاصة فاش واجه المنتخب النرويجي قبل أيام من انطلاق كأس العالم. المنتخب الاسكتلندي كيلعب بالخطة ديال 4-4-2 بلا، غيخلي لنا الكرة لكن ما غاديش يخلي لك المساحة، كيكونوا الخطوط ديالهم متقاربين وكيكون واحد السخاء بدني والتزام تكتيكي، وهذا الشيء اللي يقدر يعذب المنتخب المغربي في المباراة ديالو ضد منتخب اسكتلندا في مباراة اللي صعيبة بزاف وما غاديش تكون سهلة كما كيظنوا بعض. في الاخير نقدر نقول ان التشكيله المتوقعه ديال المنتخب المغربي فمتوقع ان تكون نفس التشكيله اللي لعب بها المباراه الاولى ضد منتخب البرازيل. في حراسه المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع اشرف حكيمي عيسى ديوب، الى جانب شادي رياض، نصير مزراوي ظهير ايسر. في الوسط الميدان الدفاع غنلقاو ايوب بوعدي الى جانب نائل العناوي، امام ثلاثي خط الوسط الميدان الهجومي براهيم دياز في الجهه اليمنى، بلال الخنوس في الجهه اليسرى، الى جانب عز الدين وناحي. في الخط الامامي غيكون اسماعيل الصباري كمهاجم وهمي. هذه هي التشكيله المتوقع يلعب بها محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني المغربي.